ملخص ماتش الاهلي واوراوا لتحديد المركز الثالث في مونديال الانديه، وده طبعا الحل اللي وصلنا له بعد ضياع حلم النهائي قدام فلومينس البرازيلي. بس عارف ايه اللي يزعل؟ ان بعد الاداء الجامد ده والشغل العالي اللي حصل تخرج من فرقه اخرهم تسمع عنهم في طبق اليوم، وهم اثبتوا دليل زي ده لان السيتي جرجروهم في الكلام وعملوا معاهم قصه غرام من الدرجه الرابعه. المهم بدون دخول في تفاصيل كتير، البرونزيه قد تكون اقل شيء ياخده الاهلي من البطوله دي، وده طبيعي لان الحلم المره دي ما كانش زي كل مره، مش عايزين مجرد وجه مشرف ولو يعرفوا ياخدوا مركز ثالث وخلاص. ناس بقى عندهم دوافع جديده وبقى سقف طموحهم بقى اعلى من اللي كان موجود، وبعد اللي عملوا الجيل ده الناس بقى بتفكر ويقولوا ان احنا على الاقل لازم نكون في نهائي المونديال، وليه ما نفكرش في التتويج. لكن اللي حصل كان عدم توفيق وممكن نقول رعونه مبالغ فيها، يعني بالمختصر المفيد ما كانش فيه نصيب حتى لو كان الخصم في المتناول. واللي هنلعبه دلوقتي برضه فريق مش هين، ده بطل اسيا واللي كسب الزعيم في نهائي البطوله الاسيويه. المهم بعد رغي طال شويتين نبدا الماتش. في اول الدقايق وكالعاده الاهلي بيحاول بواحده لكن الشحات بيوديها فوق العرض، وبعدها على طول الفريق الياباني بيرد بواحده تانيه عامله كده زي كارت الارهاب. لكن برضه الاهلي مش مريح، بيرد بواحده تانيه وكان مشكوك في امرها ان هي ضربه جزاء. بعدها الفريق الياباني كان واضح ان هم ماسكين كره اكتر عن الاهلي لكن بدون شيء يذكر يعتبر. لكن كان في حاجه ملحوظه جدا على دفاع اوراوا، انهم بيفقدوا الكره بسهوله جدا عند الضغط على حامل الكره، او بمعنى اوضح ما بيعرفوش يفكوا الضغط. كمان هم كان عندهم قناعه انهم يقدروا يبنوا لعب من تحت قوي، وده كان بيخليهم يخسروا الكره بسرعه. وبعد اول ربع ساعه بانت هيمنه لعيبه الاهلي على وسط الملعب، وده ساعدهم بشكل كبير انهم يسجلوا الاول عن استحقاق عن طريق ياسر ابراهيم، وبكده الاهلي يكون 1 اوراوا 0. وهنا ظهرت هيمنه الاهلي اكتر واكتر على الوسط، وكان بمجرد ان لعيبه الاهلي بتخسر الكوره كانوا بيرجعوها تاني في ثواني معدوده، وبعدها يعملوا بيها عدد كبير من التمريرات لمحاوله وجود خلل جديد في دفاع الفريق الياباني. لكن مع الضغط المستمر من الاهلي وعناد اليابانيين في بناء الهجمه من بدري قوي ما قدروش يستحملوا الضغط، عشان كده بيستقبلوا الثاني عن طريق بيرسي تاو، وبكده 2 الاهلي 0 اوراوا. ولاول مره الاهلي يقدر يستغل اكبر عدد من الهجمات لتحويلها لاهداف، وبعد الجونين الاهلي فضل متحكم في رتم اللعب برضه، لكن تحس انها بدون هدف واستعراض وهرجله في الفاضي، وده ادى بدون داعي باستقبال هدف في نهايه الشوط الاول عشان النتيجه تبقى 2 اهلي 1 اوراوا. مع بدايه الشوط الثاني كان باين ان كان في تهاون غريب جدا من لعيبه الاهلي، ولولا ستر ربنا كانت كره زي دي دخلت. لكن كان طبيعي ومتوقع ان اليابانيين يهاجموك لحد ما يستفيدوا من اي حاجه، او حتى على الاقل يستغلوا الدوافع اللي اتخلقت لهم واللي انت كنت برضه سبب فيها. وفعلا الفريق الياباني بيقدر انه ياخد ضربه جزاء وبيسجلوها عشان تبقى النتيجه 2 اهلي 2 اوراوا. لحد هنا اللي بيحصل ده يشيب العقل، لاني بشكل مستفز اكون متحكم في كل حاجه وكسبان فريق 2 وراكب الدنيا، وفي الاخر اوصلهم بنفس ان هم يتعادلوا معايا. ده يعتبر اهمال كبير، وعشان نعالج الكارثه دي سريع لازم رد فعلك تكون اسرع، وبيحصل فعلا. والاهلي بيسجل الثالث عن طريق معلول، وبعدين بقى الكره اتحسبت هدف عكسي ولا هدف عادي، المهم انها دخلت، وبكده الاهلي يتقدم من جديد وتكون النتيجه 3 اهلي 2 اوراوا. بعدها لعيبه الاهلي بتستمر في ضغط حقيقي عكس الشوط الاول، وفعلا بيسجلوا من جديد، لكن كوكا كان اوفسايد. لكن المهم والاهم انك استمريت في الضغط، لان التراجع يخسرك كتير وكتير قوي كمان، لان الفريق الياباني مع الاستمرار في الضغط عليك بيغلطوا بكل سهوله، ونتيجه على الكلام ده انك اتحسب لك ضربه جزاء حتى من غير اللعب على الكوره. لكن لعيبه الاهلي مش عايزين يريحوا نفسهم، لان علي معلول بيضيع البلن بكل سهوله. لسه مستمرين في السيناريو الغريب، ولسه ما يقرب لربع ساعه على نهايه الوقت الاصلي، وهنا ما تفهمش وما تعرفش اللي جاي شكله ايه. الاهلي بيضيع ووراه بيروح برضه، ما هو ما عندهمش حاجه يخسروها، والشناوي بيشيل، ودي حاجه بالمناسبه ترعب، لان الفرق 1 وهنا ما فيش حل غير ان الاهلي يلعب على المرتده السريعه ويستغل الباور اللي موجود عند اللعيبه البدلاء زي طاهر وكريم فؤاد. وفعليا كريم بيروح بواحده بسرعته لكن ما بتظبطش، وبعدها برضه طاهر بيكون سبب في فاول على حدود المنطقه. طبيعي ومتوقع طبعا ان الاهلي لازم يضيع وقت، لان لسه اقل من 3 دقايق، لكن معلول بيوديها في الشبكه ولا ابدعها ادرجي، ودي ممكن نقول انها رصاصه الرحمه للفريق الياباني. وبكده تكون النتيجه 4 اهلي 2 اوراوا. وهنا يعتبر كل شيء انتهى، البرونزيه بقت في الجيب وكاس العالم خلص، وبكده الاهلي يقدر يطير على الامارات عشان يلعب السوبر المصري بشكله الجديد. وهنا برضو يعتبر الفيديو خلص. اتمنى قبل ما تمشي تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت بسيط تقول لنا فيه عايز تتفرج عن ايه الفتره الجايه.